السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة الخبر مع المذيع. معاكم أخوكم أحمد. بتمنى إن شاء الله إن الفيديو بتاع النهاردة يعجب حضراتكم، فيا ريت تتابعونا للنهاية، وما ننساش كلنا إن احنا نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنسمع تصريحات مهمة جدا وتصريحات خطيرة من بعض الإعلاميين التوانسة، وهما بيتكلموا عن منتخب الجزائر الشقيق ومنتخب مصر، وكمان بيتكلموا عن منتخب تونس ومنتخب المغرب، وكمان جابوا تصريحات مهمة جدا للمدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، اللي شايفين ان التصريحات ديت فيها بعض التعالي. في اعلاميين شايفين ان هي تصريحات عادية بمناسبة طبعا حال وصول منتخب المغرب للمونديال القادم، وايضا وصوله لمونديال قطر السابق، فشايفين ان تصريحات المغربي وليد الركراكي عادية. وفي ناس تانية بتقول لك لا، ده التصريحات ديت ممكن يكون فيها شيء من الغرور وتضر بمصلحة منتخب المغرب في الوقت القادم. وما ننساش ان منتخب المغرب في الفترة القادمة مطالب ان هو يفوز ببطولة افريقيا، لان اللي هينظم البطولة دولة المغرب. كلام مهم جدا، يا ريت تتابعوا الفيديو ده للنهاية، لان هيتكلموا عن منتخب الجزائر بشكل قوي جدا جدا في نهاية الفيديو. فكمل الفيديو ده للنهاية وشاركنا برأيك في التعليقات. بس ما دام وصلت لحد هنا فما تبخلش علينا بلايك، ويا ريت تنشر الفيديو ده على كل الصفحات. ولو مش مشترك معانا في القناة، شرف كبير ان حضرتك تكون متواجد معانا. وتعالوا كده مع بعض نسمع بعض التصريحات المهمة جدا من الاعلاميين التوانسة، وهما بيتكلموا عن منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب المغرب ومنتخب تونس الشقيق. نسمع التصريحات ونرجع لحضراتكم تاني. مين لكن منتخبا اكبر، كنت وقال لازلت اتذكر الاحتفال بالفوز على الموزمبيق والتاهل لكاس افريقيا 2013. هذا شنو قال وليد الركراكي بعد المباراة؟ قال المناصرين المغاربة خرجوا للشوارع احتفالا بالتأهل لكأس العالم نسختي 2018 و2022، واليوم احنا على أعتاب التأهل للمونديال، ويبدو أن الأمر طبيعي وعادي. أصبح بأن المغرب الرابع عالميا والمغرب منتخب عالمي، لكن فما بعض الشكوك فيما يخص المردود في آخر زوج مباريات. سمير، تعرف أنت الريفاليتي بين المغرب والجزائر؟ شوف الجزائر زاد ربح 5 ولا 3 لبرا، يقول لك أنا فما شكوك في المردود وفي العروض اللي قدمها منتخب المغرب. هو تصريح الركراكي راهو تصريح منطقي ويمشي ينطبق على تونس والجزائر ومصر وغيرها. احنا بيدنا في تونس كي نترشحوا لكاس العالم ما عادش نفرحوا. 9 منتخبات ترشح لكاس العالم وتحطني في مجموعه كيما هذيك بالطبيعه باش نتاهل. دونك المغرب بطبيعه الحال المغرب باش يتاهل لكاس العالم حاجه طبيعيه ومنطقيه، وما فماش فرحه. دونك ما فماش حاجه جديده قالها الركراكي، لكن فما تراجع بالنسبه للمردود، ماهوش تراجع نتائج، تراجع مردود المنتخب المغربي. هذا يلزم ننبهوه ونقولوه. النقطه الثانيه اللي تاكدت بصفه كبيره بعد كاس العالم، تذكروا لعب كاس افريقيا وفما اخفاق وخرج المغرب من الدور الاول من كاس افريقيا، هكا ولا؟ وكانت صدمه كبيره للشعب المغربي الكل. علاش خرج من كاس افريقيا؟ لانه كل المنافسين اللي لعبوا المغرب بعد تالق كاس العالم كلها لعبت باسلوب دفاعي. البارح نفس الشيء، نفس الصعوبات اللي لقاها المنتخب المغربي امام منافس متواضع او اقل برشا من المنتخب المغرب، لكن منافس لعب بطريقه دفاعيه. وهنا نمشي ونعملوا عين على كاس افريقيا الجايه، كل المنتخبات مش تقابل المغرب باش تلعب بطريقه دفاعيه. واذا كان عندها معناها الترانزيسيون ولا القوه الهجوميه يولي المنتخب المغربي باش يتقلق. دونك انا ردوا بالنا ركراكي وغيره من الفنيين واللاهين بالمنتخب المغربي، راهو المنتخب المغربي على قد ما عنده امكانيات كبيره هجوميه كل ما تسكر المساحات يلقى مشاكل، ثم اذا كان معناها يلعب له بطريقه المرتدات فيتقلق المنتخب المغربي. فما شكوك وفما ربما حيره نوعا ما من قبل الجمهور، هذا منطقي وطبيعي انا نراه. بين المغرب والجزائر شكون عجبك اكثر سمير؟ للبارح بطبيعه الحال الجزائر. نحكي في الفتره الاخيره تو والحلول الهجوميه الموجوده مثلا لكل فريق، وممكن الروح وهذا كل معناه. والله هو سؤال صعيب صراحه. الفتره الاخيره بتاع بيتكوفيتش بدا يرجع المنتخب، بدا يرجع لطريق النجاح والتالق المنتخب الجزائري. المنتخب المغربي تلمون اعطانا مردود كبير ياسر في كاس العالم، اللي ولات بعد كاس العالم كل نتيجه معناها يعملها ولا كل تعثر يقوم به نقولوا تراجع المنتخب المغربي. ما فماش نجاح هجوميه كبيره ياسر في الزوز مباريات الاخيره.
تقول لي هاو ربح لي دو ماتش هذوما ربح معناها وسجل اهداف، لكن نقول لك على مستوى خلق الفرص المنتخب المغربي راهو فاسيلمون كان في ربع ساعه الاولى نص ساعه الاولى 3-4 ويكمل الماتش. دونك في الفتره الحاليه فما نجاعه على مستوى المنتخب الجزائري، فما اكثر حماس المنتخب الجزائري صحيح، ولكن المنتخب المغربي بما عنده من امكانيات بشريه كبيره ياسر، حتى انه بالنسبه للفرديات راهو يتفوق على الجزائر اذا كان نقارنوا اللاعبين اللي يلعبوا حتى على البنك. لكن المنتخب الجزائري قاعد يستغل في امكانيات كبيره من المدرب نتاعو، قاعد يخرج في احسن نسخه في كل ماتش، على عكس المنتخب المغربي اللي نوعا ما وهذا يراو به المنتخب المغربي قبل تقريبا 8 شهور من كاس افريقيا يتراجع المردود، فما تساؤلات وفما حيره، حاجه ايجابيه للمغرب على القاعه باش وليد الركراكي حتى من خلال تصريحاته مس هكا بعض النقاط اللي لازم معالجتها. عبد الستار بين المغرب والجزائر المنتخب ممكن اللي يعجبك اكثر حاليا؟ ليه هو ما نحبش ندخل في مقارنات لانه الحقيقه الانجاز اللي عمله المنتخب المغربي الحقيقه مازال المنتخبات العربيه بعاد انهم ينجموا يعودوه، لكن المنتخب الجزائري قاعد يتعافى مع بيتكوفيتش، قاعد يقدم في مستويات كبيره على مستوى الفني، ولكن يبقى اليوم المغرب هو الرابع على المونديال الاخير، ما نجموش ننكروا هذا. ولكن فما نقطة مهمة وحكيناها حتى بعد كاس افريقيا كان يقول فيها سمير توا انه 1000 فريق توا باش يولي يعمل حساب المنتخب المغربي اللي باش يجي يتكتل دفاعيا. يلزمنا نذكروا ان المنتخب المغربي وصل رابع المونديال راه بتماسكه الدفاعي بالبلوك ايكيب نتاعو بالجو رياكسيون اللي لعبوا المنتخب المغربي ضد الفرق الكبيره ضد اسبانيا والفرق الكبيره. دونك اليوم المنتخب المغربي باش يلقى روحه في وضعيه كما كان هو عاملها للمنتخبات الكبيره الاخرى. دونك مطالب الاخرين اللي انهزموا امام المغرب معناتها وقت اللي اسبانيا ما تعديش المغرب راهو اسبانيا ما لقات مشاكل، معناها راهو اي فريق مهما تكون قوته في العالم ضد فريق متكتل دفاعيا راهو باش يلقى مشاكل، ما ينجمش يكون مباراه سهله. هنا فما دو فاكتور، النجاعه وقت تلعب ضد فريق متكتل تجيك زوز ثلاثه فرص من الاول يدخلوك تسجلهم، يدخلوك في المباراة يسهلوا لك المباراة، ما تسجلش مع عامل الوقت راك تدخل في بريسيبيتاسيون، تدخل في برشا مشاكل وتخليك انك تلقى اللي راهو فيه تو في المنتخب المغربي. اليوم وقت اللي تلعب ضد النيجر اكيد انك انت باش تلقى مشاكل وقت اللي النيجر يسجل لك سوربالاريتي، ولكن بالرغم من هذا ترجع وتسجل ويعمل تغييرات ويسجل. كيف البارح ضد المنتخب المغرب سور دي بالاريتي يسجل على ركنيه وعلى بينالتي، معناها قاعد يلقى في مشاكل، ولكن المشكل الكبير هو تسييم الفرص. نفس الشيء مع المنتخب المصري اللي هو يجيب فرص وما يسجلش، بشق الانفس منتخب مصر ما يسجلوش الفرص. المنتخب الجزائري سمير يوجه انذار حد اللهجه لبقيه المنافسين في المنافسات طبعا تصفيات المونديال امريكا وكندا والمكسيك، وطبعا في كاس افريقيا الامم القادمه في ديسمبر 2025. امبارح 5-1 يفوز الشراكه مع الموزمبيق اللي كان متصدر مع الجزائر لحساب المجموعه هذه، مجموعه التأهل لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. عمورة مندي، عمورة حجام، وعمورة شريك الأهداف. 5-1 لمنتخب الجزائر، 3 أهداف في ظرف نص ساعة. منتخب الجزائري بدا بداية قوية، تحسوا فريق ريكس، تحسوا فريق عنده خبرة، تحس فما الفنيات، تحس فما روح المجموعة، روح كبيرة. البارح كنت نتفرج في بوداوي قندوسي يلعب في سيراميكا كليوباترا الدوري المصري، وبتيتولير مع لاعبين كبار كيما رياض محرز وكيما عموره اللي يلعب في البوندسليغا، وذولي افضل لاعب عموره في الجزائر في لي دو ماتش هذيك. اشوف مدرب كبير ولا زايد بيتكوفيتش مدرب كبير صراحه، لا يعيط ياسر، لا يفلم كيما نشوفوا احنا بعض المدربين، لا يشد راسه، لا يرى الكاميرا يبدا يعمل هكا في السينما. لا، مدرب هادي يتفرج ويتبع ويشوف، ودقيق الملاحظه، دقيق الملاحظه. لازم يفرح بعد المباراه، يفرح مع اللاعبين نتاعو ويشطح معاهم شويه هكاك بعد الماتش، اما في وسط الماتش هكاك الديسبلين والريغور هذايا يمشي للملاعبيه الديسبلين هذيك. ريتوشي ملاعبي نتاع الجزائر خارج متغشش ولا خارج هكا ولا كذا، لعب ليه؟ ليكيب اللي تلعب لازمها تلعب لا اكثر ولا اقل مع مدرب قوي الشخصيه. شفنا ماتش بوتسوانا ولا شفتك الديسبلين تاع ليكيب تاع الجزائر كيفاش؟ شفتك الديسبلين والشيء
شأنها. حاجة ثانية أنه إضافة إلى المدرب وأنه كريجور تكتيك، المنتخب الجزائري تحس أنه عطشان كرة، يحب يعاود تاريخ آخر وفرحة أخرى وتتويج آخر. نشوف اللاعبين يعني زي ما سمعنا كده يا جماعة تصريحات الإعلام التونسي عن حال بعض المنتخبات العربية في التصفيات المؤهلة لمونديال أمريكا القادم. الناس اتكلموا بشكل كويس جدا عن منتخب الجزائر الشقيق، المنتخب القادم وبقوة. منتخب الجزائر ماشي على خطوة ثابتة، وهي طبعا الاتجاه نحو المقدمة ونحو الحصول على بعض الألقاب اللي جاية إن شاء الله. أبرزها طبعا أنه ينتزع بطاقة التأهل للمونديال القادم، أبرزها طبعا أنه ينافس على بطولة أفريقيا اللي جاية. عشان كده منتخب الجزائر من أفضل المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي من حيث الأداء ومن حيث النتيجة، وفي ظل طبعا الإمكانيات المتوفرة للمدير الفني من اللعيبة وايضا من البنية التحتية للملاعب اللي موجودة في دولة الجزائر. عشان كده منتخب الجزائر قادم وبقوة. قلتها سابقا ان منتخب الجزائر الشقيق بيمر بكبوة، وان شاء الله الحال هيتحسن. وهو النهاردة منتخب الجزائر حاله بيتحسن بشكل كويس جدا، بيفوز خارج الديار وبيفوز داخل الديار، واداء اللعيبه الى حد ما مقنع، ولكن انا منتظر منهم الافضل. اتكلموا كمان عن حال منتخب مصر انه بيوصل للمرمى كتير ولكن ما بيقدرش يسجل. اتكلموا عن حال منتخب تونس، اتكلموا عن حال منتخب المغرب، والتصريحات اللي انا شايفها ان فيها شيء من الغرور والتعالي من وليد الركراكي. وصدقوني لو وليد الركراكي ولاعيبه المغرب فضلت على المستوى اللي هما بيقدموه في التصفيات، فبطولة افريقيا القادمة هتخرج من المغرب. منتخب المغرب مش هيقدر يحصد لقب البطولة، لان هيكون عليه ضغوط جماهيرية كبيرة جدا جدا في المغرب بتطالبه بالحصول على البطولة. واعتقد ان لعيبة المغرب من نوعية اللعيبة لما بينحطوا تحت ضغط ما بيأدوش وما بينتجوش في الملعب. عشان كده ربنا يستر على منتخب المغرب في بطولة افريقيا القادمة. ولو جيت تسألنا عن وجهة نظري مين المنتخب الافضل في المنتخبات العربية الموجودة حاليا اللي ممكن ينافس على بطولة افريقيا، هرد عليك بإجابة بسيطة. بصراحة الاربع منتخبات سواء مصر او تونس او الجزائر او المغرب بيأدوا بشكل كويس جدا جدا، ولكن المنتخب اللي هيبدأ البطولة بتركيز اكتر هو اللي هيكمل لنهاية البطولة. اما ان منتخب عربي يفوز بالبطولة فمش هقدر احدد دلوقتي، لسه بدري، لسه في ماتشات هتبدأ في البطولة، لسه في عراقيل وعواقب كبيرة جدا هتواجه منتخباتنا العربية. فعشان كده مش عايزين نحكم من دلوقتي، اهم حاجة نركز في الهدف الاكبر وهو الوصول للمونديال. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، شاركونا برأيكم في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.